كل واحد فينا ليه حياتين، حياة بيشوفها الناس وحياة تانية مدفونة جوانا محدش يعرف حاجة عنها غيرنا. الحياة اللي بره ديت اللي الناس بتحكم عليك من خلالها، ودي برضك الحياة اللي بنلبسها احنا كل يوم ونخرج بيها للعالم. ممكن تكون مليانة ضحك وشغل وعلاقات وإنجازات، بس هل هي فعلا ديت الحياة اللي جوانا؟ طبعا لأ، لأن الحياة ديت مجرد واجهة زي أي فاترينا في محل بنبين منها اللي احنا عايزين الناس تشوفه. اما بقى الحياة التانية فديت الحياة اللي بتعيش جوانا، اللي بنتكلم فيها مع نفسنا بالليل، اللي بنحسها بعد يوم طويل واحنا قاعدين لوحدنا، اللي بنشيل فيها همومنا واحلامنا ومخاوفنا وذكرياتنا اللي محدش يعرفها غيرنا. ديت الحياة المليانة اسرار ممكن تكون مؤلمة او اسرار جميلة لدرجة ان احنا مش عايزين حد يلمسها او يشاركنا فيها. أحيانا بنحس إن إحنا عايشين بشخصيتين، شخصية بنقدمها للناس والشخصية التانية مستخبية جوانا. بنضحك قدام الناس ونرجع نحس بوحدة كبيرة لما نقفل باب أوضتنا ونقعد لوحدنا. ناس كتير بتشوفك في شغلك وفي حياتك عموما شايفاك واحد ناجح، بس هما ما يعرفوش اللي جواك إيه. إحنا يا أبو حميد جوانا صراع محدش يعرفه غيرنا. كل واحد فينا عنده حاجات بيخبيها، مش شرط تكون حاجات وحشة، بس هي ببساطة حاجات شخصية مش لازم العالم يعرفها. في حاجات بنخاف نحكيها عشان محدش يفهمنا غلط، وفي حاجات بنحس إن هي جزء مننا مش عايزين حد يشاركنا فيها. حتى لو حاجات مش عارفين نفسرها دلوقتي، تبقى إزاي تعرف تفسرها للناس؟ الموضوع مش ضعف ولا انفاق، بس ديت طبيعة البشر. كلنا عندنا الجانب اللي مش سهل يظهر للناس. مش كل حد بيتكلم قدامك يبقى مبسوط، ومش كل واحد ساكت برضه بيبقى زعلان. في حاجات بتحصل في القلب محدش يعرفها غير اللي بيحسها. بس الأكيد إن الحياتين دول مش منفصلين عن بعض. أوقات بنلاقي اللي جوانا ده بيطلع غصب عننا في لحظة انهيار بقى، في كلمة حد قالها لك. وأوقات تانية بنلاقي الحياة اللي بره بتأثر على الحياة اللي جوه. اللي بيفهم الحياتين دول وبيعرف يوازن ما بينهم هو اللي هيقدر يعيش بسلام مع نفسه. انت مش مجرد صورة قدام الناس، انت انسان مليان مشاعر واحاسيس حتى لو محدش شايف ده غيرك.